كيف شباب امس حد راح المسيرة؟ لا أنا والله ما رحت. ايوه انا رحت صراحة، يعني الله يهديهم، يعني كانت ربشة غير طبيعية ابدا. يعني مثل هذه الحركات يعني ما تصير المفروض يعني. يا عمي انا كنت هناك يا اخي، لا البنات خلوهم في حالهم ولا الناس اللي يمشي في الشارع خلوهم في حالهم. يا اخي تخيل ان عندك انسان مريض بتوديه المستشفى، كيف في الشارع تحصل ناس تنعش كذا؟ بالله معقول انا اخر نفسي على ناس جالسه ترقص لي في الشارع؟ يا اخي ما يصير والله، هذا كله والله بعد في كوم، والحراميه وحدهم في كوم كذا، يشوفوا سياره وحدها كذا صاروا صرخوها. عقب على طاري السرقة، ما خبرتكم ايش صار الأسبوع الماضي؟ قبل أسبوع بالضبط كنت جالس في بيتنا ملان برابر ألعب بلاي ستيشن. اكيد كنت تلعب كول اوف ديوتي. لا والله ما كنت ألعب كول اوف ديوتي، كنت ألعب فيفا. المهم وأنا ألعب سمعت صوت من بعيد لكن سفهته، كملت ألعب لكن بعد شوية سمعت صوت مرة ثانية وقلت لازم أروح أشوف من وين طلع هذا صوت. فتحت باب غرفتي وهناك تفاجأت. توقعوا مين حصلت؟ من؟ حصلت عبود راكور. رحت له وقلت له ما انت عبود راكور؟ قال لي ايوه هو. لا قلت له ليش قاعد تسرق من بيتنا؟ قال لي تعرف حياله انا انسان فقير وما عندي فلوس وسيارتي خربانة، سامحني آخر مرة. بعدين أنا رحمته وقلت له اسمعني هذه المرة سامحتك، لكن إذا دخلت حلتنا مرة لا ما تلوم إلا نفسك. وبعد يومين وأنا قاص وحدي بالبيت كان اتصال من نمبر غريب، رديت عليه وطلع عبود راكور وقال لي حبوب اريدك في موضوع مهم. لا قلت له زين خبرني ويش هو؟ قال لي ما ينفع لازم اشوفك. انا اعرف وش اريد لكن بروح له. رحت له وحصلته هو وربيع بعد. انت تهدد من؟ انا ما هددتك بس نصحتك، لو الشخص ثاني كان عقوق سجن تو. يعني وش قصدك انا ادخل سجن؟ تفضل خذ انت، انا بتصرف. يا اخي انت وش فيك؟ ما تفكر؟ شغل عقلك شويه. ايه انا عقلي صاحي ما ضارب كرنك، نشيط الى الابد. لكن مين قحم بيتنا؟ هو حرامي، هو اللي قحم بيتنا. يعني انت ما تعرف انه مريض؟ مريض؟ ايوه مريض. عبود واحد من افضل الاصدقاء اللي عندي، واعتبره مثل اخوي واكثر. انت ما تعرف المعاناة اللي يعانوها اهلك كل يوم علشان بس يحصلوا لقمة عيش. احيانا الدنيا تفرض على الانسان انه يروح لاماكن غلط، وانت اكثر واحد تعرف عبود المعاناة اللي يعانيها. اسمعني، انا مالي خص، اهم شيء إن رحمته وحظه. يا عصوم وينك؟ من زمان ما شفناك، اخر مرة لما لاعبين كورة قبل شهرين. 8 دقيقة. زين شباب، ما خبرتكم بعد بيش صار لي هذيك اليوم؟ لا شال ماكسيمو من ابوي موديل 98 معدل برابر، قلت له رايس واحد 5.0 قسم بالله ما شافني، طرت عنه. اقول لك كم 4 حواميد. حمود بكروش كان معاي.